رائع. جميل جدا بجد جميل قوي. تجربة مميزة. عجبني جدا الخلفيات في اللوحات. معرض حلو. انا عايزه افهمها دي بيعملوها ازاي. مساء الخير، مبسوطه جدا ان انا في معرض الاستاذه شيماء رحيم. مجهود جبار بصراحه. شفت في اللوحات كلها بصمتك انت. معرض دمه خفيف ورقيق ويعني مريح كده، الواحد عايز يقعد فترة أطول يتفرج يعني. مجهود كويس، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن. اللوحه نفسها اصلا ناطقه، الالوان بتاعته اصلا جميله مع الشغل اللي انت شغاله فيه، بجد جميل قوي. المعرض رائع، تجربة جميلة جدا الحقيقة. حالة تصويرية ومعاها مزيج ما بين الشغل الميكسد ميديا، ويعني فعلا تنوع رهيب جدا في الطرح اللوني، الإحساس بوجود الحالة الجرافيكية مع التصويرية. لا، تجربة مميزة يعني، جميلة جدا. الفكر والناحية النفسية اللي موجودة فيها دراما وفيها فكر، فيها رؤية رائعة. مختاره لكل فنان لحظه معينه تقريبا هي اللي كل الناس الكوميكس طالع عليها، الحاجات طالعه عليها، كل الناس منفعله بيها وهي كمان نفسها انفعلت بيها. من ضمن الصور دي طبعا صوره عادل امام في الزعيم، لان هو عادل امام بالنسبه لنا بكل ادواره وكل حاجه فعلا هي اللي تلخصه هي كلمه الزعيم. والفنان محمد رياض بالذات في المرحله دي اللي هي ابرز مسلسلات التسعينات، لان الفنان محمد رياض بالذات بالنسبه لنا مش اي جان. فمبروك المعرض وفي انتظار الجديد. فألف ألف مبروك، ونتمنى لك نشوف معرض كمان وكمان وكمان. سعيد جدا ان انا شفت المعرض، لان انا كنت متاكد ان انا اشوف حاجه مختلفه، عشان كده جيت. إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل وأفضل. مبروك عليكي، المعرض جميل.